نصيحة لشباب جراحين العظام، حصل لكم قبل كده جامينج للريمر بتاع النيل؟ اغلبنا حصل له. طيب ايه اللي بيخلي يحصل جامينج؟ كذا حاجة. نمرة واحد ان احنا نبقى حاطين الباور دريل مش على ريم، نبقى حاطينها على اوسيليت او على سو او على دريل، التلاتة دول مش مظبوطين. تاني حاجة ان الريمر نفسه يبقى مش حامي كفاية او مش جديد، يعني ريمر مستهلك. تالت حاجة ان احنا نبقى بنزق. فخدوا بالكم لما بيحصل جامينج بيبقى تطليع الريمر صعب جدا، فاحنا نتفادى الموضوع ده من الاول احسن من ما نقع فيه. نمرة واحد هنتأكد ان الباور دريل بتاعنا على ريم. نمرة اتنين نستعمل شارب ريمرز. نمرة تلاتة نزيد في انكريمنتس من نص ملي لملي، يعني ما ننطش من 9 ل 11، خلينا نمشي 9 9 ونص 10 10 ونص 11 او 9 10 11 حسب حالة المريض. واخر حاجة ان احنا واحنا بنريم ما نزقش. لو اتحشر بقى الريمر منك خلاص لازم هنركب تي هاندل على الاوليف واير ونحاول نشده، او هنركب سلاب هامر ونحاول نشده، او هاش اوبشن فيهم ان احنا نضطر نفتح ديستل ويندو في البون وندق عليه من تحت نطلعه. انا دكتور شريف خالد بديكم النصيحه دي لان كلنا حصل لنا جامينج للانتراميدالري نيل ريم.